السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير اليوم. مع رمضان إن شاء الله تصوموه بالصحة والهنا. راح نبداو أول وصفات الرمضانية، وأول وصفة بيان سور رايحة تكون الجاري العنابي. راح نطيبوه بطريقة سهلة. احنا نقولوا له جاري، وفي الولايات الأخرين يقولوا له شوربة فريك. راح يجيكم خاطر كما تشوفوا ماهوش ميدم وما يجيش حامض، بطريقه سهله ويجي بنين بنين عسل عسل. غير تبعوا الفيديو للاخر وراح نشوفوا طريقتي في تحضير الجاري. الجاري تاع رمضان طيبوه في البرمه تاع الفخار بيان سور. يجي عنده جو سبيسيال. انا الحق حتى سر ليا من طيبه في البرمه تاع الفخار. هنا شعلت عليها النار لازم تكون قليله خلاص. حطيت فيها مغرف معمره تاع السمن، مغرف معمره تاع الزيت، وعندي هنا اللحم. هنا لحم بكري ولا غنمي ولا خليط ما بين اللحم الغنمي ولا البكري. هو جاري يجي بنين باللحم غنمي. قصيته مربعات كما شفتوا، حطيتهم في البرمه نقليهم محمر هذاك اللحم كامل في السمن والزيت حتى يتحمر ويتبدل اللون تاعو، يعطيني التحميره هذيك راح تبنني البرمه. بعد ما يتقلى مليح ويتحمر ويتبدل كما راكم تشوفوا. هنا عندي حبه كبيره تاع بصل، كنت رحيتها مليح مليح كما تشوفوا راهي رقيقه خلاص، ونقليها حتى هي مع هذاك اللحم. هنا زدت لها زوز مغرف صغار تاع الملح قادرين ما تكتروش باسكو على الاخر ساهل تداويوه، تزيدوا له الملح عادي. وزدت لها هنا مغرف صغيره تاع فلفل الكحل، وعندي هنا عود صغير تاع القرفه. هذا واش ندير لها ندير للجاري الملح والفلفل الكحل والقرفه، نقليهم مليح مليح تتقلى لي البصل مليح. كيما دائما نقول لكم السر تاع البرمه باه تجيكم منينه هي التقليه على نار قليله خلاص. سورتو اللي راكم قاعدين طيبوا فيها في البرمه تاع الفخار لازم النار تكون قليله خلاص. هنا شوفوا تقلى لي مليح البصل مليح. راح نزيد هنايا حبه كبيره تاع الطماطم كنت رحيتها حمراء. هذه حبه كبيره ولا زوز حبات متوسطين يكونوا حمر ملاح قلاو. هنا راح نقليهم غير زوز دقائق، ورايحه نزيد لها مغرف كبيره نتاع طوماط كونسيرف اللي طماطم مصبره حتى هي نحطها ونخليوها تتقلى مليح. نخليو البرمه تاعنا تتقلى مليح، البصل مع الطماطم مع الطوماط كونسيرف مع القرفه وفلفل الكحل والملح اللي حطيناهم. هذه هي البرمه تاعنا قليوها مليح مليح. وبعد ما تتقلى هنا نزيد لها عندي هنا دبشه قطعتها صغيره، نحط نص الكميه هنا نزيد نقليهم مليح باه تسيب البنه تاعها تاع الدبشه، والنص الباقي نخليه في الاخر كي نكمل خلاص طيب لي الجاري طيب لي الجاري نضيفه ونزين به. هنا البرمه تاعنا راح يشوفوا هنا كيفاه خاطره ومتقلي كلش متقلي مليح وعلى نار هاديه. ودرك نمرق البرمه بالماء سخون. في البرمه تاع الفخار دائما بالماء سخون. البرمه نورمال قادرين تكونوا مزروبين ديروا بالماء بارد، بصح البرمه تاع الفخار لازم بالماء سخون، سينو راكم على بالكم بلي رايحه تتشق لكم وتفسد لكم البرمه. هنا مرقتها بواحد زوز لترات تاع الماء، نغطيه ونخليه يغلي مليح مليح الماء باه نحط الفريك. عندي هنا كاس ماشي معمر تاع فريك يكون ملح رقيق، نحطه بالعقل ونحرك بالعقل ونحرك على خاطر الفريك راه بارد والبرمه راهي سخونه، راح الفريك يهبط للقاع تاع البرمه ويلصق ويتحرك. على هذه نحطه بشويه ونحرك ونحرك ونبقاو نحركو
حتى وين تعاود تغلي البرمه. كي تبدا كيما تشوفوا هنا بدات تعاود تغلي البرمه، نغطيها ونخليهم بعقلهم الفريك واللحم يطيبوا على نار هاديه بعقلهم. هنا الجاري جيت نطل عليه بعد ما فات واحد النص ساعه، لقيته بدا يلبي، يعني بدا يختار ويتقال. في الوقت هذا انا نحط البوكي تاع الكرافس. انا ما نحطوش على الاول، نحطوه على الاخر باه تبقى الريحه تاعو والنكهه تاعو في البرمه. نغطي عليه ونخليه. هنا شوفوا لي هنا كيفاه عقد لي الجاري. هنا شوفوا كيما دركا انا في هذا الوقت راح نزيدو غير 5 دقائق ونطفي عليه. بس قبل ما نزيدو 5 دقائق واش راح نضيف له؟ راح نضيف له كميه نتاع نعناع يكون يابس اخضر كيما راكم تشوفوا. نفركوه ما بين يديا، نحكو ما بين يديا ونحطو في البرمه حوالي ملعقه صغيره، مغرف صغيره تاع نعناع يابس مرحي. وبيان سور الفلفل الحار، القرن تاع الفلفل الحار لازم في البرمه تاع الجاري، وشويه تاع الدبشه في الاخر. نغطي عليه نخليهم 5 دقائق والبرمه تاعنا تاع الجاري تكون واجده. شوفوا هنا طاب الجاري، رايحه نحي الكرافس، نحيه. شوفوا لي هنا كيفاه تختار الجاري وراه واجد. دركا سربيته في الصحن في ليبول تاع الشوربه، وقدمته مع البوراك بيان سور جاري بلا بوراك. رمضان هذا هو 30 يوم، رمضان 30 يوم جاري فريك وبوراك. في هذه المره درتو غير بلي سيجار. ان شاء الله المره الجايه ندير لكم البوراك العنابي. اليوم درنا جاري عنابي، جاري فريك عنابي كما راكم تشوفوا بطريقتي. هذه طريقتي في تحضير الجاري تاع رمضان. عنده جاري تاع رمضان بنا سبيسيال. شوفوا هنا جا كيفاه خاطر مش ميه، وجا ما جاتش فيه لاكوش تاع الليدام هذيك من الفوق، وما جاش حامض. جا بنين كيما قلت لكم في الاول، بنين عسل. ان شاء الله تجربوه. وهذه كانت اول وصفه من وصفات تاع رمضان. ان شاء الله يعجبكم ويجيكم ساهل. والى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.